اليوم بغيت نهضر على واحد الفكرة اللي ولات موضة بزاف. واش بصح خاص كلشي يكون اونتربرونور اولا مقاول؟ مؤخرا ولينا كنسمعوا بزاف مقاول اونتربرونور فلان كيدير لونتربرونيا. لي فورماسيون ديال لونتربرونيا هنا ولهيه. بزاف ديال الحوايج ولاو كيداروا بسميت لونتربرونيا لدرجة واحد ترشح في الانتخابات ما لقى ما يدير في سميتو كيدير اونتربرونور اولا مقاول فاش الله اعلم. دابا الا دخلتي الانستغرام ولا تيك توك وحسيتي براسك بلي ما عندكش مشروع اولا ما كتبيعش شي حاجه اولا ما عندكش حتى شي ستارت اب، كتحس براسك ناقص، ياك؟ ولكن خليني نقول لك واحد الحاجه بصراحه وكل صدق. ماشي كلشي خصو يكون انتربرونور. هذه هي الحقيقه اللي خص يعرفها اي واحد ويديرها في بالو. علاش؟ لان البيزنس مسؤوليه كبيره، كاين الضغط، كاين المخاطره وماشي اي واحد مستعد لهذا الشيء. وسول راسك، واش مستعد انك تضحي بليالي ديال الراحة ديالك، تضحي بأوقات ديال الويكاند، تضحي بأوقات اللي غتكون مرتاح مع العائلة وتخرج وتفرح مع وليداتك ولا مع الأسرة ديالك سواء مزوجة ولا ما مزوجش. تضحي بالأوقات ديالك اللي كتجلس مع أصحابك والمتعة، تضحي بها على ود انك تبني مشروع، لان المشروع غادي يستنزف منك بزاف. كاين اللي خلق الله يكون قائد، وكاين اللي خلق الله يكون خبير، وكاين اللي الدور ديالو هو يكون عنصر اساسي في الفريق. كيف ما بغى يكون هذا الفريق. المشكل ماشي في المهنة، ولكن المشكل فين كاين في العقلية. يعني تقدر تكون موظف وعندك عقلية ديال النمو والتطور والازدهار وانك تزيد تعلم وتكبر راسك الى غير ذلك، وعندك انضباط وعندك طموح. يعني هادشي كامل ممكن انه يكون عندك الا كنتي موظف. وتقدر تكون انتربرونور يعني وتكون عندك واحد العقليه ديال الفوضى، يعني حتى شي حاجه ما منظمه وغير كتجري ورا الفلوس كيف ما كيوقع لبزاف ديال الناس. ما كتوليش مسالي لراسك، ما كتوليش يعني مسوق لحياتك، ما مسوقش للعائله ديالك، ما مسوقش لصحابك، ما مسوقش لبزاف ديال الناس. بزاف ديال الامور اللي خصنا نتسوقوا ليها في الحياه، خصوصا الوالدين والعائله والاسره. هنا كنقولوا ان النجاح ماشي لقب، النجاح هو تاثير وقيمه، وهو في نفس الوقت واحد الراحه داخليه. يعني الا كنتي باغي دير بيزنس، يعني فعلا باغي دير واحد البيزنس، وخاصك ديرو عن قناعه. هادشي كنقولو لك من قلبي، خاصك ديرو عن قناعه، ماشي لقب. نعاود نقولها ونقولها، ماشي لقب. ماشي حيت المجتمع اسمحوا لي، ماشي حيت المجتمع ضاغط عليك غادي تنوض غتصنع شي حاجه اللي كبيره عليك ولا ما قادرش انك تدخل ليها وتسمي راسك اونتربرونور على ود اللقب. ولكن الا كنتي باغي تكون موظف متميز، غادي تكون افضل انك تكون يعني افضل نسخة منك. يعني تعطي بكل جد وبكل حب وتعيش اللحظات الممتعة من حياتك وتستافد من وقتك. ما خصناش كاملين نمشيو ونعيشوا حياتنا بنفس الطريقة، خصنا غير نكونوا صادقين مع راسنا اشنو بغينا. الا انت فعلا تخلقتي لهذا الشيء فمرحبا بك، مزيان انك تمشي بعيد في هذا الدومين. وإلا تخلقتي لحاجة أخرى خاصك تقلب شنو هو البيربس ديالك في الحياة بل ما تغوص فيه. أنا الفكرة اللي بغيت نوصلها لك هو إلا كانت عندك قناعة بواحد الحاجة، خذها بكل حب وعشق وخدم فيها، ولكن ما تدخلش الوظيفة أو لا لونتربرونيا أو لا شي حاجة معينة مجرد لمجرد لقب. لا،
ماشي المهم هو تكون انتربرونور، المهم هو تكون انسان عنده قيمة. نزيدك، ماشي مهم هو يكون عندك فلوس، وانما شنا هي الفائدة ولا القيمة المضافة اللي انت غتزيدها للمجتمع، ولا شنو هو التأثير ديالك في المجتمع إلا كانوا عندك الفلوس. نزيدك فكرة أخرى قبل ما نختم وما نكترش عليك. إلا كنتي باغي دير لاباس باش تمشي تزهى وتخسر فلوسك في الفسوق والشراب والحشيش والزنا والقمار وبنات الليل إلى غير ذلك، هذيك هي الحياة بالنسبة لك. أخويا العزيز، نفكرك بواحد الكلمة، أو لا أختي العزيزة، فكر باللي الله سبحانه وتعالى غادي يحاسبك على أي حاجة درتيها، وغادي يحاسبك على مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. بزاف ديال الناس صراحة كنشوفوهم في المجتمع لاباس عليه، رزق الله بزاف، سواء انتربرونور سواء موظف سواء عنده مكانة كبيرة ولا سواء ورث ضربها بشي ورثة، هذه حاجة أخرى يعني بين قوسين. ولكن كتلقاه كيخسر دوك الفلوس كاملين غير في الزهو والنشاط وكيصحاب واش هذيك هي الحياة. لا، ثم لا، الحياة ممكن تعيشها بطرق أحسن وأحسن بكثير وفيما يرضي الله عز وجل، وتقدر تضيف قيمة كبيرة للمجتمع ديالك وتكون إنسان واعي ومحترم وعنده قيمة وعنده مكانة في المجتمع، ماشي غير باش تزهى لحظة وتخسر زبالة فلوس. المهم تكون إنسان عنده قيمة. شكرا بزاف حيت كتستمع، يعني كتستمتع لي بودكاست ديال جون انتربرونور. كنتمنى نتلاقاك في البودكاست الجاي بفكرة جديدة في موضوع جديد، ودمتم في رعاية الله. كيف كنقول ديما، دمتم سالمين.